تعالوا بقى النهارده في الفيديو بتاعنا هنعمل أسهل وصفة كيكة موجودة على اليوتيوب كله. الوصفة دي خدت 12 مليون أو أكتر مشاهدة. تمام، عايزة أقول لكم إن هي بمكونات اقتصادية وسهلة جدا جدا وبدون أي زبدة. هو مجرد زيت وشوية بيض ودقيق. وتعالوا نبدأ الوصفة بتاعتنا. أول حاجة فتحت الفرن بتاعتي على 180 درجة علشان تبدأ تسخن معانا. تاني حاجة جبت بقى صينية مقاس 28 ودهنتها معلقة من الزبدة. لو مش عندك زبدة خلاص معلقة من الزيت، وبعد كده رشة دقيق عليها، وهبدأ ان انا زي ايه، اوزع الدقيق كده عليها كلها، وبعد كده افضي الباقي خالص منها. والمرحلة دي خلاص انا بحب ابدأ كده الاول، وبعد كده اركنها على جنب. بعمل ايه بقى؟ هابدأ بقى أجيب المكونات بتاعتي. طيب المكونات بتاعتي أول حاجة أنا نخلت على جنب مع كوبايتين ونص دقيق، نخلتهم مرة على جنب، وعليهم معلقة كبيرة من البيكنج باودر، ويفضل بيكنج باودر شيف اللي هو بتاع الكيكات ده. وبعد كده بقى سبتهم على جنب، وجبت بقى البولة بتاعتي، جبت 4 بيضات خدتهم ونزلت عليهم بمعلقة من الفانيليا. معلقة، او لو عندك ظرف خدي ظرفين بقى، خدي ظرفين من الفانيليا، او ظرف برضو مش هتقول لا. وكوباية وربع سكر. لو انت بقى ما بتحبيش السكر زيادة، خدي كوباية بس، كوباية سكر. وهبدأ ان انا اضربها. على فكرة ينفع تضربيها في الخلاط، ينفع تضربيها في المضرب الكهربائي، ينفع تضربيها بمضرب يدوي عادي جدا. بس اهم حاجة ان احنا هنوصل للقوام الابيض خالص. هتشوفوا معايا دلوقتي القوام الابيض اللي انا وصلت له، المفروض اللي هو دوت. تمام، ضربتها كويس جدا. هاجي بقى كوباية الا ربع زيت. هي قالت ان احنا نستخدم زيت فاتح وسكر فاتح علشان الكيكة تطلع معانا فاتحة. ونزلت عليها بكوباية الا ربع زيت وضربتها كويس. وبعد كده هنا ده كوباية لبن، كوباية لبن تكون دافية. دفيان اللبن هيدي للكيكة طعم، هيوديها في طعم يعني في حتة تانية خالص. وضربت وحسيت ان البولة صغيرة، لو جيت حطيت الكوبايتين ونص دي مش هينفع. فروحت نقلت المكونات بتاعتي في بولة اكبر. فانتوا خلي بالكم بقى اول ما تبدأوا، ابدأوا على طول في بولة اكبر. تمام، ونقلت بقى المكونات بتاعتي، وهبدأ ان انا انزل بقى بالدقيق بتاع احنا خدنا كوبايتين ونص دقيق عليهم معلقة كبيرة بيكنج باودر. هبدأ بعد كده ان انا انزل واحدة واحدة، يعني معلقتين معلقتين على الخليط. هي قالت نص الكمية، بعد كده نص الكمية التاني. بس انا نزلت بقى حبة حبة، وانا بنزل بنخلهم تاني. يعني هي قالت ان احنا ننخلهم من مرتين لتلاتة، لان النخلان هيدخل هوا في الدقيق وهيدي هوا للكيكة بتاعتنا، فهيخلي الكيكة بتاعتنا افضل ومرتفعة اكتر وكده يعني. وقالت حاجة كمان، واحنا بنقلب الدقيق نقلب في اتجاه واحد، يعني ما نروحش مرة يمين ومرة شمال، لا، هنلف كده في اتجاه واحد عشان ما نخرجش الهوا اللي جوه الكيكة بتاعتنا بره. احنا عايزين الهوا ده يفضل جوه. تمام، وهبدأ ان انا اقلب كده زي ما انتوا شايفين. وبعد كده هبدأ ان انا انقله. لا انا خلاص خلصت الدقيق بتاعي، حطيته بقى في الصينية بتاعتي وهخبطه خبطتين كده. وهبدأ ادخله في الفرن. دخلته لمدة قد ايه؟ من 40 ل45 دقيقة. طب عدت هنا 40 دقيقة فدخلت الخلة، لا حسيت ان هي طالع معايا خليط فسبتها تاني. سبتها تاني 10 دقايق كمان يعني. هنا بقى خلاص كنت طلعتها وسبتها تبرد شوية. عايزة اقول لكم ان النتيجة والطعم خرافي بجد، بدون زبدة وبدون اي مكونات رهيبة. وكل المكونات اعتقد ان هي تبقى موجودة في اي بيت. على فكرة الدقيق، انا استخدمت دقيق جميع الاغراض، يعني مش دقيق مخصص للكيك. لو كنت استخدمت برضو دقيق مخصص للكيك اكيد طبعا كانت هتبقى احلى. ولو وصلتوا معايا لحد هنا ما تنسوش تعملوا لي لايك وتشتركوا في قناتي عشان يوصل لكم كل الجديد يعني. وهنا بقى كانت خلاص بوريكم الكيكايه قد ايه من جوه، ما لزقتش طبعا معايا، وكانت طالعه تحفه بجد. جربوها مش هتندموا على ضمانتي.